السلام عليكم. خرجت الحلقه الثانيه من مسلسل فروم الجزء الثالث، لازم مناقشه كما العاده. وعلى كل حال راني ناقشت الحلقه الاولى، اللي ما شافهاش اللينك في الديسكريبشن. روح شوف المناقشه هذيك وروح تكمل معنا الفيديو تاع اليوم. وبلا اطاله جماعه نبداو في المناقشه تاع نهار اليوم. بسم الله الرحمن الرحيم، ليتس جو. بداية الحلقة كانت معمرة بالحزن. نشوفوا انه طلع النهار بعد ما فاتت ليلة غريبة، ونتفكروا اخر مشهد انه المخلوقات هذيك حبست بويد والمرأة الصينية هذيك وبدات تعذب فيها. كي طلع النهار فهمنا بلي المرأة الصينية هذيك ماتت، وجيد راح يتفقد الزريبة هذيك، لقى بويد مربوط والمرأة الصينية هذيك ميتة. ولتم شفنا بويد في حالة يرثى لها، وكان يردد في اخر كلمات قالتهم المرأة الصينية هذيك قبل ما تموت. ولتم جيد يروح يحرر بويد، وبويد معاه يتحرر من القيود تاعو ويروح عند المرأة هذيك ويحكمها ويبدا يبكي. ولتم شفنا مشهد درامي مليح بزاف. بعدها بفتره نشوفوا طابطه في دار والد فيكتور. ولتم بعد ما كانت ناعسه تعاود تفطن وتلقى والد فيكتور فوق راسها وهز سلاح. ولتم تبدا تدور الحكايه على اللانش بوكس اللي كان عند فيكتور ومدو لطابطه. والد فيكتور يسقسيها يقول لها من جبتي هذا اللانش بوكس اللي هو في الحقيقه تاع ولده. تجاوبوا طابطه وتعاود تحكي له القصه تاع حياتها كيفاش راحت للبلده هذيك ولقات روحها محاصره هي والعائله تاعها ومعها مجموعه من السكان. وتفاهم والد فيكتور باللي ابنه مازال حي وهو اللي عطى لها اللانش بوكس هذا. بصح نحسوا باللي والد فيكتور ما كانش عنده ثقه في كلامها وعيط للشرطه وقال لها على 20 دقيقه راحين يكونوا هنا. ولتم طابطه تبدا تقنع فيه وتقول له خلاص ما تعيط لهمش وخلي الشيء هذا بيني وبينك، على خاطر مش راحين يامنوني وراحين يحسبوني مريضه. هنا كاينه حاجه نتوقف عندها. في المره اللي فاتت طرحت سؤال قلت علاش طابطه هربت من الشرطه وجاني الجواب في الحلقه هذه. المهم تقريبا راني فهمت، على اساس انه طابطه يحسوها مهبوله ولا هي اختطفت العائله تاعها ولا حاجه من هذا الشيء. وبعدها تاخذنا الاحداث ونرجعوا للبلده ونشوفوا الجو بارد بزاف وخيم عليه السكون والحزن بسبب موت المراه الصينيه. دوك ما قدرتش نحفظ اسمها سمحوا لي. وشفنا السكان كامل في حاله حزن، وكما قلت لكم نشوفوا الجو بارد والثلج في كامل الارجاء. الشيء هذا يجيبنا الحاجه، يقولوا في السينما باللي الجو العام تاع التصوير ولا الجو الخارجي دائما ما يعكس حاله الشخصيات، مش دائما يعني في اغلب الاحيان يعكس حاله الشخصيات. ولتم كان يبان الجو كئيب صح، كان يعبر على الحزن بزاف. وبعد ما شفنا بويد ينقل جثه المراه للكنيسه بينه وبين جيد يدور حوار ويقول له جيد علاش انت بقيت حي، علاش ما قتلوكش؟ بويد يجاوبه باجابه صادمه، قال له they want me to watch، بالمعنى حبوني نتفرج ونشوف الشيء هذا قدامي، اي انه يشوف المراه هذيك تعذب قدامه وتموت. جيد يبقى حاير وبويد يغادر الكنيسه هذيك. كي جا خارج من الكنيسه شفنا فلاش باك وكانوا يبينوا لنا كيفاش المراه الصينيه هذيك توفات. المشهد كان صادم وقاسي بزاف ومرعب في نفس الوقت. وبعدها بدا التوتر يدخل سكان البلده. تموين نشوفوا فيكتور يعاود يرجع للدار اللي كان فيها مع ايثن وجولي ويحكي معاهم بطريقه غريبه كانت فيها درجه الغضب كبيره بزاف. اول مره نشوف فيكتور في الحاله هذيك وقال لهم لازم نغادروا في اقرب وقت. كي قالوا له علاش قال لهم bad things coming. ومن بعد حكى مع ايثن بواحد الطريقه حتى ولا ايثن يبكي. اول مره نشوفوا فيكتور في الحاله هذيك. من بعد نرجعوا عن طابطه والوالد تاع فيكتور ونشوفوا انها تحاول تقنعه وتوري له ريسيرش في الويب كاين عائلات بزاف راهي تخفات، لكن كاينه حاجه نحسوا باللي والد فيكتور ما قنعش بكلامها. من بعد نشوفوا طابطه تبدا تحكي معاه وتحكي له على البرج والاطفال اللي كاين تماك، ونحسوا وجه والد فيكتور بدا يتبدل وبدا يقنع بكلامها بشويه. ولتم حتى نشوفوا الشرطه جات للدار تاعو وعاود قال لهم باللي ما كاين والو، طلب منهم السماح ومنا وراحوا. وكي رجع عند طابطه صرا واحد الموقف فكرني في فيكتور، يعني طريقه التخمام تاعو محسوب كيما الوالد تاعو، شويه غريب الاطوار. وقال لها باللي السلاح اللي في يده هذا شراه قبل 40 سنه كي تخفات العائله تاعو، وقال لها ما كانش عندي حتى الشجاعه باش ندير له ريلود، يعني باش نعاود نشارجيه. من بعد ما نرجعوا للبلده نشوفوا الحوار اللي دار بين بويد ودونا اللي كان فيه توتر كبير ونزاع. ولتم دونا تغضب بزاف وتقول له علاش كان عندك القرار ممكن انك تمنع المراه الصينيه هذه وما تحتاجوش انكم تمنعوا البقره. قال لها بويد باللي البقره هذيك ولا المواشي اللي خرجوا برا كانوا عباره عن ريسورس، تما انا ما كانش عندي الخيار ما نخليش سكان البلده كامل يموتوا. لتم كان شويه تناقض في الكلام تاعها على خاطر هي بداتها تحب انها تحرص على سلامه اهل البلده وفي نفس الوقت ما يهمهاش باللي المصادر تاع الاكل تاعهم قدرت تخفى. ولتم حسينا باللي دونا بدات تدخل في مرحله الضعف، وهنا يجيبنا الفكره انه دونا بدات تفقد الامل. وبعدها ننتقلوا عند فاطمه ونشوفوها باللي قاعده تعاني وفجاه من العدم ما على بالناش نلقاو باللي صارت لها حادثه ما صارت لهاش في الاجزاء اللي فاتوا، وفجاه من دون يعني اي انذار نلقاو باللي دروسها قاعدين يتنحى. التم يجي عندها اليس ويقول لها لازم نروحوا عند كريستي وهي تشوف واش المشكل تاعك. وكريستي كيما على بالنا هي الطبيبه تاعهم، وانا ما فهمتش علاش نحس باللي الاكس تاع فاطمه واليس خارج البلده خلاص، نحس نهائيا مش عايشين معاهم. البلده في حاله والناس تموت وما مازالوا يخموا لي في الحمل وما على باليش واش والزواج يا ودي وانا عايشين هادو. وبعدها تجي اللحظه الاكثر انتظارا واللي هي كايني كيروح عند سكان البلده ويقولوا له باللي الوالده تاعو ماتت. كايني بعد ما عرف دخل في حاله هستيريه وما حب يحكي مع حتى واحد لدرجه انه اي واحد يجي يحكي معاه يقول له نو. وبعد ما بقينا متعاطفين مع كايني يجينا المشهد تاع اليس وفاطمه
ويعاود يخرجنا نهائيا من الحكايه تاع البلده. هادوك اللي يحبوا ينحيوهم من المسلسل ولا يديروا لهم ادوار اخويا تخلق جو مليح. علاش يا خويا الناس تموت والناس تحوس على الريسورس تاع الماكله والناس ما على بالهاش قاعده تعاني، وقلت لكم هما عايشين في عالم خلاف. يعني they act like perfect couple. يا ولدي خلينا بلا تمسخير، عيشوا مع الجو تاعكم اللي راكم فيه. بعدها نرجعوا عند كيني وهو داخل المطعم اللي كانت تخدم فيه الوالده تاعو وتوزع الاكل على سكان البلده. من بعد لحقوا كريستي والتم يبدا يدور بيناتهم حديث ونحسوا انه كريستي قاعده تواسي فيه، ومن هضره تجيب هضره التم كيني يطلب طلب غريب من كريستي ويقول لها اذا تقدري ترجعي الشكل تاع الوالده تاعي كيما كان، وقال لها بالحرف الواحد can you make her looks like her. والتم نفهموا باللي كيني مازالت عنده صدمه من الصوره تاع الوالد تاعو كي مات. في الجهه الاخرى نشوفوا باللي جولي مع الاب تاعها شعلت بيناتهم النار، وجولي بدات تغضب من الوالد تاعها وتحدث معاه بواحد الطريقه وبواحد الكلام غريب بزاف، وقالت له باللي خلاص انا ما نقدرش نزيد نتحمل المسؤوليه، انت تخفيت ورحت والوالده تاعنا خلاص راهي تخفات، محال تزيد ترجع، على الاقل قالت له كنت قادر تحمينا انا وخويا. ولتم نفهموا باللي جولي بدات تحس بنوع من المسؤوليه، يعني ولات تهز مسؤوليه على عاتقها واللي هي الاعتناء بخوها ايدن، وحاولت تفكر الوالد تاعها باللي نهار تفرقوا هي والام تاعها بسبه خوها توماس اللي مات كانت هي الوحيده اللي تعتني بايدن. قالت له انا مش حابه نعاود نرجع نعيش الشيء هذاك. لتم نفهموها باللي ما قادرش تتحمل المسؤوليه. من بعد تتقدم بين الاحداث ونرجعوا عن تابتا ووالد فيكتور. ولتم والد فيكتور يبدا يحكي لها على قصه حياته ويوصل حتى يديها للغرفه اللي كانوا عايشين فيها ولادو قبل الاختفاء. لتم تابتا تحاول تفهم عليه وتقول له علاش راك تحكي لي في قصه حياتك. لتم بدا يفهمها باللي هو يامن بالحكايه تاعها على خاطر الزوجه تاعو كان يصرى معها نفس الشيء، وحكات له على القصه تاع البرج هذاك والاطفال اللي كانوا محبوسين في البلده هذيك. ولتم والد فيكتور قال له هذا ان دل على شيء فانما يدل على انه ولدي فيكتور مازال عايش، وبدا يخلق عنده بسيط تاع امل هو انه يرجع يشوف ولده. وبعدها نرجعوا للبلده وتبدا الاحداث الغريبه تصرى. شفنا ايضا حاله كيني اللي كان متعطش للانتقام، ولتم يروح عنده بويد ويحاول يستفسر منه واش قاعد يدير. لتم يفهموا باللي راه حب يحرق التانول هذاك اللي تخليه جيد وتابتا في الجزء الاول. لسكان البلده فاهمين باللي هو المصدر اللي يخرجوا منه المخلوقات هذيك. ولتم كيني فهم بويد باللي خلاص راح يحرق التانول هذاك وقال له بالحرف الواحد سأبيدهم عن بكرة ابيهم. ولتم بويد يأيده ويقول له خلاص راني معاك وهيا نروحوا نقتلوهم كامل. وبعد ما وصلوا للتانول هذاك يبدا يدور بيناتهم حديث بين بويد وكيني. بويد يفهموا باللي كان مع الوالده تاعو وش هو كان مقيد ما يقدرش يمنعها، وفهموا باللي الوالده تاعو كانت شجاعه بزاف، وقال له بقى تشوف معايا وتردد في واحد الكلمه. بعد ما بويد فهموا وقال له هاي واش قالت شرح له كان الكلمه هذيك اللي كانت بالصينيه والكلمه معناتها take care of him. ولتم فهمنا باللي اخر وصيه تاعها انه بويد يعتني بالولد تاعها اللي هو كيني. بعدها نشوفوا تلميحه صغيره خلتنا نطرحوا سؤال كبير وهو حوار بين ساره وجولي. جولي كانها كانت حابه تقول لساره باللي راهي تسمع اصوات كما كانت ساره تصرى لها في الاجزاء اللي فاتوا. هل في الحلقات الجايه راح نشوفوا جولي بشكل مختلف؟ هل في الحلقات الجايه راح نشوفوا جولي بالطريقه اللي كنا نشوفوا فيها ساره، يعني الزباين اللي كانت تديرهم في الجزء الاول والثاني؟ مشهد صغير سخن لنا بزاف تساؤلات. بعد ما نرجعوا لتابتا والوالد تاع فيكتور، هنا كان مشهد مليح بزاف. والد فيكتور ادى تابتا للبيسمنت تاعو وبدا يوري لها في الرسومات اللي رسمتهم الزوجه تاعو. قلتم نشوفوا الرسومات اللي كانوا يدلوا على البلده كامله، نشوفوا الاطفال هذوك اللي كانت تشوفهم تابتا اللي كانت تظهر عليهم اثار تاع تعذيب، نشوفوا البرج هذاك، نشوفوا البلده كيفاش مرسومه، نشوفوا بزاف امور تحكي على هذيك البلده. واخر حاجه شافتها تابتا هو ذا كيدز ان ذا وود، ولا الطفل هذاك اللي كان لابس الابيض وتشوفه في الغابه. وكاينه حاجه في الاخراج لفتت انتباهي بزاف، والد فيكتور كي كان يحكي على الزوجه تاعو اللي متوفيه وكان يحكي لتابتا واش كانت تهضر. في اللحظه هذيك كانوا يوريو لنا الكنيسه وهما قاعدين يقراوا ولا يصليوا على المتوفي اللي عندها اللي هي مو تاع كيني، كانها دلاله على انه المراه هذيك ماتت بصح الافكار تاعها مازال ما ماتت. كان مقدر لتابتا انها تجي لدار والد فيكتور وتكشف الحقائق. هذا مشهد عجبني بزاف. بعد ما يخرجوا من الكنيسه نشوفوا بويد متوتر بزاف ويروح يعيط على ولده اليكس ويقول له روح نحتاجك، ويقول له الليله هذه راح تعاونني في حاجه واحده. ثم يقول له الابن تاعو فواش راح نعاونك؟ يقول له راح تعاوني انه نحاولوا نصطادوا واحد من المخلوقات هذو، واذا نفذوا الخطه هذه صدقوني الحلقه الجايه راح تكون نار. نجيو لاخر مشهد، المشهد الاخير نشوفوا جيم في المنزل تاعو، من بعد يكون قاعد في الدار عادي حتى وين يجيه اتصال غريب. جيم يروح يعبي التليفون ويحاول يعرف شكون هو المتصل، ولتم المتصل يظهر ولده توماس اللي توفى عنده مده، وتخلص الحلقه في مشهد بزاف مرعب. دوكا نروحوا للمميزات وعيوب الحلقه. نبداو المره هذه بالمميزات. من بين المميزات تاع الحلقه هذه عرفنا باللي الوحوش تبدل تخمامهم، ما ولاوش مجرد وحوش يخرجوا برك في الليل، عادوا يخموا وتطور الذكاء تاعهم، والشيء هذا تمثل في الحادثه تاع بويد والمراه الصينيه هذه. تم فهمنا باللي المخلوقات كانت هي عمدا حايبه تشوف بويد يتالم ويتعذب. الحاجه الثانيه اللي عجبتني التصاعد تاع الاحداث، بدينا ندخلوا في الحكايه تاع فروم مليح، والحلقه هذه ما كانش فيها ملل بزاف كما الحلقه اللي فاتت، خاصه كي
شفنا تابتا راحت للبيسمنت وشافت الرسومات هذيك. نشوفوا ثاني الحادثه اللي صرات لفاطمه اللي خلاتنا نطرحوا اشكال كبير. جولي والحديث تاعها مع ساره، بزاف احداث صراو. الحاجه الثالثه العامل الزمني اللي ما كناش نحسوا به صراحه. جماعه في الاخراج هاو حقهم في الحلقه هذه، والسبب انه الاحداث كانت تنقل بينا من البلده ونروحوا للمنزل تاع والد فيكتور، ولتم ما كناش نحسوا بالانتقال هذاك وما كناش نحسوا بالملل. الحاجه الرابعه قدرنا نعرفوا الشخصيات بوجوه جديده، كيما غضب كاين على وفاه الوالده تاعو والرغبه تاعو الكبيره في الانتقام. جولي كيفاش كانت تحكي مع الوالد تاعها، درجه الغضب اللي وصلت ليها. فيكتور ثاني كيفاش كان يحكي مع صاحبه ايتن هو الطفل الصغير هذاك. بلغه اخرى الشخصيات ولات تعبر بزاف. ايضا شفنا دونا ظهرت بوجه جديد، شفناها كيفاش كانت تبكي والحوار اللي دار بينها وبين بويد. مع العلم رانا نعرفوا باللي دونا اقوى امراه في البلده هذيك. دوكا جماعه نجيو للعيوب. الحلقه هذه غياب تام للوحوش، حتى كي بدات في النهار، يعني ما بداتش من اخر مشهد شفناه في الحلقه اللي فاتت. والوحوش هادو ظهروا غير فلاش باك في الذاكره تاع بويد، وما فهمناش اصلا كيفاش حتى خلاو بويد وخرجوا، يعني ما شرحولناش المشهد في النهايه، خلاونا احنا نخموا فيه. والشيء هذا انا شخصيا ما عجبنيش. يا اخي احكي لي على المشهد كيفاش خلاص. في نهايه المطاف تبقى كل واحد والنظره تاعو. انا هذه النقطه ما عجبتنيش للامانه. ونروحوا لفيكتور. فيكتور من الشخصيات الاساسيه في القصه. نشوفوه فجاه يتقلق ويقول لهم لازم علينا نروحوا. كيسقسي ايتن يقول له واي، يقول له بيكوز واش الله اعلم. يقول له باد ثينكس كامينج. يا اخي على الاقل انا كمشاهد حاول تلمح لي نشوف حاجه، يعني نفهم واش كاين. علاش ديما تخلينا نحط علامه استفهام؟ اوكي فهمنا باللي المبدا تاع المسلسل تاع فروم مبني على هذا الشيء، يعني مبني على التساؤلات، لكن ما تكترليش منهم، ما تخلينيش انا كل حلقه نحط 40,000 سؤال في راسي. والنقطه هذه ولات تبان حاجه سلبيه. مثلا وصرا مع فاطمه عطانا تلميح ما قدرش تفتح الكولوني هاوس، الباب تاعو كان فيه الطلاسم، ولتم نقدروا نخرجوا باستنتاج نقولوا على سبيل المثال فاطمه راح تتحول لوحش، على الاقل نحطوا احتمال. المهم المسلسل راهو في البدايه تاعو، معليش نعطيهم فرصه في الحلقات الجايين. وهنا تكمل المناقشه تاعنا تاع نهار اليوم جماعه. اذا عجبتكم لايك وفولو واعطيونا رايكم في تعليق، اعطيونا انطباعاتكم على الحلقه هذه. نتلاقاو ان شاء الله في الفيديو الجاي. بيس عليكم.